كل سنة وانتم طيبين، عام هجري سعيد علينا وعليكم اللهم امين. يلا بينا نكمل سلسلة حلويات المولد النبوي الشريف. هنبدأ بالميكس الظريف اللي انتم شايفينه ده، تحفة. والفستقية تجنن، اللمعة بتاعتها اكبر دليل على نجاحها. الفولية بتتكسر معانا رغم ان هي لسه ما نشفتش. وكمان السمسمية تجنن، مش محتاجة اتكلم كتير، بنعمل عظمة جميلة جدا. أهم حاجة تمشي على المقادير بالمظبوط وتعملي الطريقة صح، تطلع معاكي أنجح وأفخم من أفضل محل حلواني في مصر. يلا بينا نبدأ ونشوف عملناها مع بعض إزاي. امشوا على المقادير بالمظبوط زي ما اتفقنا، لايك وشير كتير عشان الكل يستفيد. يلا بينا نبدأ. هنسمي الله وندخل في الطريقة على طول زي ما متعودين. معايا كوباية معيارية هثبتها وأملاها أي نوع مكسرات حسب المتاح عندنا. الكوباية دي في الوزن بتاخد 8 كيلو من أي نوع مكسرات، يعني لو هتشتري من بره هتقولي من كل حاجة 8 كيلو. أي نوع مكسرات بتفضليه المتاح عندنا زي ما انت حابة. وده النوع الرابع، وحطوه زي ما انتوا شايفين وفردته في صينية عشان هدخله الفرن على نار متوسطة عشان لازم يبقى سخن جدا. اوكي، في الوقت ده هنعمل فيه السيرب اللي هنشتغل عليه. كوباية كبيرة هثبت الكوباية المعيارية زي ما انتوا شايفين من السكر، وهضيف لها كوباية تانية مليانة من السكر. الكوبايتين دول هيعملوا لنا كل التشكيلة اللي انتوا شفتوها معانا دي. الكوباية المعيارية دي كمان هنملاها من عسل الجلوكوز، وهنثبت على المقادير تطلع معاكم مظبوطة جدا. نص كوباية معيارية من المية. كل الإضافات دي بتبقى مع بعض على البارد، وابتدي أرفعها على نار متوسطة، وأحاول إن أنا أقلب بالراحة كده لحد ما المكونات دي كلها تمتزج وتتداخل مع بعض كويس جدا. كل ده النار بتبقى متوسطة، وأول ما بتغلي بهدي شوية واسيبها بتاع 4 5 دقايق كده تغلي لحد ما القوام بتاعها يتقل، يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كده بقى مظبوط معايا. أهم حاجة بديها ذرة ملح ليمون في المرحلة دي، ودي مهمة جدا. نيجي بقى للمكسرات، ناخد مجموعة مجموعة، هي بتبقى خارجة من الفرن سخنة، ببتدي أقلبها شوية كمان على السخن وأضيف لها بتاع 3 4 معالق من السيرب اللي احنا عملناه مع بعض وهي على النار. بعد كده بفضيها في قالب كده مقفول على مفرش سيليكون. تعالوا بقى للمكسرات اللي بعدها. ابتدي احمصها شوية كمان بعد ما خرجت من الفرن، ولازم تسخن كويس جدا قبل إضافة السيرب. وبعد كده هبتدي أضيف لها بتاع 3 4 معالق برضو من السيرب بتاعنا، وأقلب برضو باستمرار كده على النار لحد ما ألاقيه اتغلف واتشمع كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده ابتدت تلزق. هبتدي اشيل الدايرة بتاعتي او القالب وابتدي افضي فيه المجموعة بتاعتي واسويها بالشكل ده كده. اسويها بسرعة وهي سخنة قبل ما تنشف. طبعا انا اديت مسحة من الزيت في القالب المدور ده عشان ما يلزقش فيه، وبرده اديت مسحة للمفرش السيليكون اللي انتوا شايفينه ده. ببتدي احركها يمين وشمال لحد ما ادي شكل الدايرة واخرجه، وبخرج الدايرة دي على حاجة تانية بالشكل ده. تعالوا بقى لنوع تاني، الكاجو. ببتدي بعد ما اخرجه من الفرن على طول هو سخن، بحطه في الطاسة سخن برضو، واقلب شوية حلوين كده على النار. المهم يبقى سخن كويس جدا قبل ما اضيف له السيرب، واكمل نفس الخطوات دي. 3 4 معالق من السيرب، واقلب كويس جدا بتاع دقيقة كده على النار لحد ما يتغلف كويس جدا ويتشمع، واحس ان هو خلاص ابتدى يلزق جامد. في الوقت ده هو كده خلاص. لو حابين تضيفوا له معلقة كمان اوكي، ده حسب الرؤية والشكل، يعني انتوا هتتحكموا في الموضوع ده اكتر مني. وبفضيه بسرعة في الفريم او القالب اللي احنا جهزناه مع بعض، وطبعا بكون مدياله مسحة من الزيت عشان ما يلزقش فيه. وابتدي اساوي كده بالمعلقة السطح كله مع بعض عشان في الاخر يطلع شكل القالب كده حلو ومظبوط. نيجي بقى لعين الجمل. وببتدي برضو احمصه شوية على النار، وبديله السيرب بتاعي 3 4 معالق واقلبه كويس جدا على النار، وبفضيه بنفس الشكل كده. طبعا انا اختصرت الخطوة دي لاني عملت معاكم اكتر من مرة، فخلاص انتوا عرفتوا الطريقة ماشية ازاي. وبساوي بسرعة كده السطح زي ما انتوا شايفين قبل ما الحاجات دي كلها تلزق مع بعض. بحاول قد ما اقدر ان كل الحاجات دي تبقى بسرعة، وببتدي احرك يمين وشمال كده القالب بتاعي واخرجه بالشكل ده وهي لسه سخنة قبل ما تلزق. كان عندي شوية مكسرات من كل حاجة باقية، عملت بيها الدايرة اللي انتوا شايفينها دي، ميكس جميل قوي. تعالوا بقى للفولية. ده ربع كيلو من السوداني، بحمصه كويس جدا على النار، لازم يبقى سخن جدا. وبعد ما اتحمص كويس هبتدي انزل عليه بالسيرب. المرة دي
مش هاضيف 3، 4 معالق، هاضيف من 5 ل6 معالق، يعني مقدار تِلت كوباية السكر. أنتِ بعينِك هتقيّمي، السيرب لازم يغطي السوداني كلّه، وبعد كده باقلّب كويس جدًا لحد ما يبتدي يلزق في بعضه زي ما أنتم شايفين، وبافضّيه في القالب بالشكل ده. ربع كيلو يعني تُمنين، يعني هيدّيني ضعف الكمية اللي أنا عملتها قبل كده، عمل لي ما شاء الله قرصين زي ما أنتم شايفين. نيجي للحمصية نفس الطريقة بالضبط، بس أنا هاختصر المرّة دي وهاعملها على النار وهاضيف لها السيرب، وبعد كده أضيف في الفريم على طول، لإن أنتم خلاص already عرفتوا الطريقة ماشية إزاي. وابتدي أساوي السطح كده بمعلقة من السيليكون، باضيف لها مسحة خفيفة أوي من الزيت، وباضغط عليها عشان الدايرة تطلع مضبوطة زي ما أنتم شايفين كده. وباكمّل بنفس الطريقة، باجيب السمسم أحمّصه على النار كويس، أول ما ريحته تطلع واللون بتاعه يغيّر، باضيف له السيرب من 5 ل6 معالق كبيرة، وباقلّب كويس جدًا لحد ما الكمية تتماسك كويس، باضيفها في الفريم وباضغط عليها من فوق كده بمعلقة من السيليكون زي ما اتفقنا، عشان القالب يطلع مضبوط والسمك يطلع تمام. وباحرّك بقى يمين وشمال بالراحة خالص لحد ما الفريم بتاعي يبتدي يفُك من القرص وتطلع معايا مضبوطة بالشكل ده. بجد الموضوع سهل وبسيط جدًا، أنتِ بتقدّري بعينِك مع المقادير. ما شاء الله زي ما أنتم شايفين طالعة ناجحة جدًا، شكلها في منتهى الجمال، أحلى من الجاهزة مليون مرّة. اللمعة اللي فيها دي أكبر دليل على نجاحها، طالعة مقرمشة وجميلة، بس نسيبها شوية بس إن هي تشد شوية كده وتنشف وتطلع معاكم تحفة. بجد كانت غير عادية، وفّرت جامد جدًا. طبعًا فرّحت ولادي بما إن الأسعار كلّها عالية جدًا وما بقِتش في متناول الجميع، يبقى نحاول نوفّر ونعمل في البيت ونفرّح ولادنا ونفرّح بيوتنا ونبقى مبسوطين ونستمتع بكل مناسبة. لازم نتعلّم كل حاجة من البيت، بجد الموضوع سهل وبسيط، كل الحكاية إن إحنا نضبّط المقادير ونمشي على الطريقة بالمضبوط. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير كتير عشان الكل يستفيد. كانت معاكم صبا العرايشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين.